مساء الخير، يا رب تكون بخير. اسبوع الواحد صفر والواحد واحد. رقم الكام يا فندم؟ 010 9 وحيد. كتير ايه؟ كتير. بس قبل ما نبدا، شايك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك، ويلا بينا نبدا. يبدا الاسبوع بماتش بين فاركو والمقاولين. البدايه كانت ضغط قوي من المقاولين، وفي الدقيقه 47 غلطه من دفاع فاركو تترد لابو جوده اللي بيشوط شوطه حلوه مباغته للحارس ويجيب الجول الاول للمقاولون. الشوط الثاني المقاولون استمر في الضغط بشكل قوي وضيعوا اكتر من فرصه، وفي الدقيقه 79 غلط غريب قوي من ابو السعود يستغلوا رامز مدحت ويجيب التعادل لفاركو. في الدقيقه 88 عمر الوحش ضيع كرة جول بشكل غريب قوي، انا بجد يعني. وفي اخر دقيقة فاركو كانت هتخطف التاني وتخلص الماتش لولا ابراهيم القاضي. نروح لماتش المصري وغزل المحل، بس قبل ما نروح انت لسه ما عملتش سبسكرايب، فاهم؟ فانت اعمل سبسكرايب كده يعني، يعني مشي الدنيا. يعني عايز ما عادش غير حاجة بسيطة ان انا اوصل 10000، فاعمل سبسكرايب. بحبك يا عم اقسم بالله. طبعا ده ماتش جماهيري كلاسيكي بين المصري وغزل المحل. بداية قوية قوي من المصري وشوطة من الساعي ينقذها عامر وصلاح محسن يتابعها ويجيب الجول الاول للمصري. بعدها عمر الساعي حط واحدة ارتو حلوة قوي، لكن عامر تألق. المصري فضل يضيع كور اهداف محققة، والعارضة انقذت المحلة من جول تاني. وفي اول هجمة لغزل المحلة خطأ ساذج جدا من احمد عيد، والحكم يحسب ضربة جزاء لغزل المحلة قبل نهاية الشوط الاول. يخش احمد شوشة ويجيب التعادل لغزل المحلة. ولكن هي ضربة الجزاء صحيحة، لكن كان في قبلها فاول واضح لخالد صبحي وضرب من غير كورة، لكن الحكم ما شافهاش ولا الفار استدعاه. الشوط الثاني بيبدأ والحكم بيحسب ضربة جزاء صحيحة للمصري، لان ده مش الوضع الطبيعي خالص للايد يعني. ويخش صلاح محسن ويجيب الجول الثاني للمصري وحطها حلوه قوي بصراحه. في الدقيقه 60 عمر الساعي شاط شوطه حلوه لكن بره المرمى، فالحكم فكرني في فيلم مرجان احمد مرجان، وراح خابط عمر الساعي وجاب له اصابه. هي دي التحيه؟ ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. في الدقيقه 65 غزل المحله بتتعادل عن طريق احمد شوشه تاني، لكن الفار قال اوفسايد، لكن بصراحه انا مش شايفها اوفسايد. في الدقيقه 88 حصل حاجه ما بتحصلش غير في فيفا، كورنر يتشتت، كريم بامبو يشوط تخبط في العارضه وترجع تخبط في الدفاع وترجع تخبط في العارضه وتطلع بره، وفي الاخر يقولوا لك فيفا مش واقعيه. يا عم استحي. ربنا نصرني. في الدقيقه 97 كريم بامبو كان رايح انفراد، لكن رشاد العرفيه عطله فخد الانذار الثاني واتطرد، والماتش بيخلص 2-1 للمصري، لكن بصراحه الحكم كان وحش قوي. نروح لماتش بتروجيت والجونه. الماتش كان رايح جاي وما كانش في حد مسيطر اكتر من التاني. في الدقيقه 20 صابر الشيمي ضيع كرة جول مؤكد. في الدقيقه 36 صامويل اوجو يعلق على الشيبي وضيع كرة جول مؤكد برضه. تقريبا اللعيبه كانت مصطبحه ولا ما تعرفش في ايه. مع بدايه الشوط الثاني كوره بتخبط عادي، لكن خبطت في رايه الكورنر وكانت هتعمل مشكله للجونه. مهندس والله العظيم اللي لعب الكوره دي مهندس. انا مش بني ادم، انا مهندس. في الدقيقه 50 نور السيد شاط صاروخ، لكن عمر صلاح تألق. كورنر عمر صلاح يشتت غلط تروح لارنو اللي بيجيب الجول الاول للجونه، وده هو شخصيا في الموسم ده. الجونه فضلت مسيطره وفضلت الاستباحه مكمله وضيعوا فرص غريبه قوي، وعشان مش مصدقني ما بقول لك ان هم مستبحين، عرضيه من سيكو سونكو الفا تراوري مدافع الجونه بيحطها في نفسه. وفي الدقيقة 86 الزهدي جاب الجول الثاني للجونة، لكن الحكم قال اوفسايد، والماتش بيخلص بالتعادل 1-1. نروح لقمة الأسبوع، الزمالك والإسماعيلي. في الدقيقة الخامسة غلط ساذج من محمد إيهاب وبنالتي للزمالك، يخش عبد الله السعيد ويجيبها جول وتقدم للزمالك 1-0. خالد النبريسي ضيع كورة بشكل غريب قوي. في الدقيقة 27 البرازيلي قلب عفروتو وضيع كورة جول والجون فاضي. وقبل نهايه الشوط الاول عبد الله السعيد يودع عدي الدباغ بيقول له روح هات جول، بس عدي قال له لا وراح شاطها في المدرجات. بعدها البرازيلي بيتزيريا يضيع كوره جول تاني، لكن المره دي جت في العارضه يعني، فحظه كان وحش بصراحه. الشوط الثاني محمد عمار المفروض قائد فريق الاسماعيلي بيعمل خطا ساذج جدا وعدي الدباغ راح انفراد وجاب الجول الثاني للزمالك. غلط ساذج تاني من محمد اسماعيل وعبد الرحمن الدحي يروح انفراد ويشوط، لكن حسام عبد المجيد ينقذ جول مؤكد للاسماعيلي. ناصر منسي نزل وحرفيا نزل عشان يضيع جوال، كورتين جونين منهم واحده اوفسايد، لكن لحد دلوقتي مش عارف هضيعهم ازاي. ماله ناصر يا مرفعي. والماتش يخلص بفوز الزمالك 2-0. عندي تعقيبين بس، والله العظيم انا اللي عندي 40 سنه يا استاذ عبد الله السعيد، فيش انت والله بسم الله ما شاء الله. بالنسبه لي عبد الله احسن لعيب مصري في الدوري المصري اخر 11 سنه مثلا. تاني حاجه اتمنى المعلق يكون حيادي شويه، يعني انت بتاع علق لفرقتين جماهيريين، يعني انت كنت قاعد بتطبل للزمالك بس.
وبصراحه يعني احنا ما بنشوفش الكلام ده غير مثلا لو انت بتعلق في قناه تبع النادي، يعني فاهم، روح قناه الزمالك علق على الماتش بقى لو انت زملكاوي، واحنا عارفين ان انت زملكاوي، فانت حتى لو زملكاوي لازم على الاقل تبقى حيادي. والكلام ده كل المعلقين مش المعلق بس، يعني حتى الكابتن ايمن الكاشف نفس الكلام، والكواليني طبعا، يعني طبعا محمد الكواليني بيقول لك انا اهلاوي جدا في الماتش، نادي الاهلي نادي كبير، نادي عظيم بتاريخه، قول لهم يا تريكا، عرفهم يا بركات، قول لهم يا محمد، يا ايه محمد هاني مين، مودرن سبورت وينبي. شوط كان وحش قوي، كله التحامات وفاولات لحد الدقيقه 39. عرضيه حلوه قوي من مروان داوود لمحمد حتحوت اللي بيجيب الجول الاول لانبي بيد حلو قوي. ولكن الاحلى كان تحرك محمد حتحوت بصراحه، يعني تحرك صح. في الدقيقة 46 وليد علي عدى حلو قوي وشاط، لكن الكورة بتيجي في العارضة وتخبط في ظهر الحارس وتطلع كورنر، كان حظه وحش فشخ. في الدقيقة 53 كورة غريبة تخبط وتعدي وتروح لحسام حسن اللي كان لوحده هو والجول ويتعادل لمودرن سبورت. في الدقيقة 64 محمود ممدوح يشوط صاروخ لكن حظه وحش وتيجي في العارضة. في الدقيقة 79 عرضية حلوة قوي من أحمد صبيحة ويوسف أوباما يخطف الجول الثاني لإنبي. ويوسف أوباما ده لاعب مغربي، مش يوسف أوباما بتاعنا اللي احنا نعرفه، اللي انا ما اعرفش هو اختفى فجأة كده، انت فاهم. كنت بحب يوسف أوباما ده والله العظيم، عمري ما انسى له الجون اللي جابه في الإسماعيلي بوش رجله الخارجي، ولا كواريزما ولا أي حاجة. وفي الدقيقة 95 كرة طولية من أرنولد إيبا لمحمود ممدوح اللي بيجيب التعادل لمودرن سبورت. وفي آخر ثانية ممدوح كان هيجيب الثالث لكن الكرة خبطت في زميله طارق السيد. نروح لماتش بيراميدز وزد. بيراميدز بدأ ضاغط بشكل قوي لمدة ربع ساعة، وبعد الربع ساعة دي زد كان هيخطف جول لولا تألق الشناوي، وبيراميدز رجع يسيطر تاني، واحمد عاطف قطة كان هيخطف جول قبل نهاية الشوط الأول لكن علي لطفي تألق. عرضية حلوة من الشيبي لزيكو اللي بيجيب الجول الأول لبيراميدز، لكن بصراحة أنا شايفها فاول على زيكو، يعني الحكم ما شافهاش، لكن أنا بصراحة كنت شايفها فاول. في آخر ثانية كعب حلو قوي من الشيبي لزلاكا لكن علي لطفي تألق. نروح لماتش الاتحاد وكهرباء اسماعيليه. شوطه حلوه من علي سليمان لكن احلى من صبحي سليمان وصدها. الاتحاد كان عنده فرصه يتقدم لكن محمد هجرس بتألق. في الدقيقه 71 جمله حلوه من كهرباء اسماعيليه يختمها شيكا ويجيب الجول الاول لكهرباء الاسماعيليه وسط سرحان غريب قوي من لعيبه الاتحاد، والماتش بيخلص 1-0. بعد الماتش الكابتن احمد سامي مشى من تدريب الاتحاد، لكن انا كعمر المهدي مش عارف العيب في اللعيبه ولا المدير الفني ولا العيب في مين بالظبط، يعني فعشان كده مجلس إدارة الاتحاد وقف مستحقات اللعيبة وخصم 10% من العقود، وده قرار صح 100%، وده وقته فعلا. فأتمنى بصراحة عودة الاتحاد وإنه يرجع يكسب تاني ويرجع فريق صعب وقوي زي ما كان وزي ما المفروض يكون. نروح لماتش وادي دجله وطلائع الجيش. ضغط قوي من وادي دجله اللي زي ما انا توقعت قبل بدايه الموسم ان هم هيبقوا الحصان الاسود للدوري، وفعلا طلعت انا صح. في الدقيقه 15 غلط غريب من كاماتشو وادي دجله تجيب الجول الاول لكن الحكم قال فاول. اسماعيل اوجورو مهاجم طلائع الجيش لعيب جامد قوي والله، يعني هو لو بيلعب في الاهلي او الزمالك او المصري او بيراميدز ارقامه هتبقى عاليه لانه عنده مميزات كتيره مش موجوده في مهاجمين موجوده في الاهلي وفي الزمالك. فاول وعرضيه حلوه من كاندروب ومن كمال ابو الفتوح لفرانك بولي اللي يجيب الجول الاول لوادي دجله. في الدقيقه 90 مشوار من محمد هاني وعدى حلو قوي وشاط لكن حظه وحش وبتيجي في العرض. نروح لماتش الاهلي وسيراميكا. اكتر واحد كان مبسوط في الماتش ده طبعا كابتن ايمن الكاشف بسبب اصدقاء الامس ومنافسين اليوم. خد عندك يا سيدي احمد رمضان بيكهام، حسين السيد، عمرو السوليه، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، كريم ندفد. وليله جامده قوي سعادتك. الاهلي بدأ ضاغط وبسام بيتألق في اكتر من كوره قدام شريف وقدام طاهر، وانتو عالمي بين بن شرقي وتريزيجيه اللي بيجيب جول حلو قوي واخيرا بيجيب ارتو في مسيرته. تقريبا سمع الفيديو اللي فات بتاعي ففاهم خده كحافز ليه كده، وبعد ما جاب الجول راح اعتذر لجمهور الاهلي. طب ايه لازمتها من الاول يا ابني؟ ايه هص دي كوره بنالتي واضحه لاسلام عيسى والحكم شاف الفار لكن ما حسبهاش، وانا مش عارف لحد دلوقتي هو ما حسبهاش ازاي. كريم ندفد ينقذ الاهلي من هدف التعادل لانه تقريبا نسى ان هو انتقل من الاهلي لسيراميكا كليوباترا. او نرجع لسؤالنا تاني، هو كريم ندفد بيلعب كوره ليه؟ في اخر الماتش اسلام عيسى ضيع كرة التعادل بطريقه غريبه قوي. بعد الماتش يعني انا حابب بس اتكلم في كام نقطه كده. علي ماهر بدأ من الاول بغلطه وهي بوجود محمد عادل كباك يمين وكمان قدامه مروان عثمان، فانت الناحيه اليمين عندك كانت شاورع للاهلي لان مروان عثمان دفاعيا ضعيف ومحمد عادل ده مش مركزه اصلا، فانت ضربت نفسك على الفاضي يا كابتن علي ماهر، وده السبب في ان جه منه الجول وكل هجمات الاهلي كانت من الناحيه دي، فبصراحه كانت حركه غبيه منك. كابتن عماد النحاس بدأ بضغط حلو قوي لكن ما ينفعش تفضل ضغط متقدم كده فتره طويله. انت عارفين قعدت لحد الدقيقه 60 تقريبا وانت بنفس الضغط، لعبتك تعبت. انت التحولات بتاعت سيراميكا كانت عامله لك مشكله كبيره، ولولا يعني سوء التوفيق
سيراميكا كانت ممكن تتعادل وتخطف الماتش، خلي بالك والله العظيم، لولا ان هم ما ركزوش في الفينش. لكن فوز مهم للاهلي في وقت مهم جدا يرجعهم تاني للمنافسه ويرجعهم تاني ثقتهم في نفسهم. نختم الاسبوع بماتش سموحه وحرس الحدود. في الدقيقه 24 عرضيه حلوه من عمرو سيسي البادجي اللي بيجيب الجول الاول، لكن كان سرحان في الاوفسايد. كوره حلوه سريعه وعرضيه حلوه من خالد الغندور لبابا بادجي اللي بيجيب الجول الاول لسموحه بارتقاء حلو قوي بصراحه، يعني الارتقاء ده لوحده هو الجول. في الدقيقه 63 محمد حمدي زكي ضيع فرصه التعادل وعمل نفسه مصاب بعدها. في الدقيقه 84 الحكم حسب ضربه جزاء لحرس الحدود، وبصراحه ما اعرفش دبش كان بيعمل ايه. محمد حمدي زكي يشوطها ولكن احمد ميهوب بيتالق ويصدها، لكن هو محمد حمدي زكي شاطها وحش قوي بصراحه يعني. وبعد نهايه الاسبوع السابع ده ترتيب الدوري الموسم ده لحد دلوقتي، ونروح لتشكيله الاسبوع. في حراسه المرمى محمد بسام رغم انه دخل فيه جول لكنه عمل ماتش عالمي. باك يمين محمد الشيبي، 2 سنتر باكس جاستن ارثر وحسام عبد المجيد، باك شمال بنتايج، في نص الملعب مروان عطيه وعبد الله السعيد وعمرو السوليه، وقدام تريزيجيه وبن شرقي وصلاح محسن. هدف الاسبوع بقى انا اسيبك تختاره كالعاده، هل جول ابو جوده في فاركو، ولا جول محمد شريف حتحوت في مودرن سبورت، ولا جول تريزيجيه في سيراميكا، ولا جول بابا بادجي في حرس الحدود؟ وكده الملخص يكون خلص، وانتظرني ان في سلسله جديده جايه عشان انا زهقت من الكدابين اللي عايزين يطلعوا ترند وخلاص. يعني انا ناوي في سلسله جديده، يعني مش عارف ليها اسم معين، بس انا هتكلم عن الناس اللي بتكتب عشان تطلع ترند، مش عارف بصراحه. يعني شوف اسم اكتبوا لي رشحوا لي في الكومنتات لو في اسم معين. يعني انا بفكر مثلا في ليه الكدب عشان الترند يعني، او شوفوا اسم احلى يعني. مستني رايكم في الكومنتات، ولو حابب نتكلم اعملوا فولو على انستجرام، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لاصحابك لو حابب. وبس كده، السلام عليكم.